السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في مطبخ خوخة ام ملاك، فيديو جديد اللي نتمنى يعجبكم. غنشارك معكم طريقة تحضير كلاص بحجم عائلي لمناسبات هكا او العراضات، او نفرحوا به وليداتنا، علاش لا؟ بمكونات اللي سهلة. نتمنى تتبعوا معايا لا فيديو ويعجبكم. اول حاجه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احسن حاجه كنبداو بها لا فيديو ديالنا وغنمشيو لطريقه التحضير. بالنسبه لهنا التحضير عندي بسكوي، اي بسكوي توفر لكم. انا استعملت هنا بسكوي ماريا، درت 2 علب. هاد البسكوي هذا غنطحنو مزيان على هاد الشكل هذا. الا ما توفرتش لكم هكا الهشوار فاش طحنوه، ديروا غير مدلك وديروه في شي بلاستيكه وضربوه مزيان، راه دغيا كيتهرس. وماشي بالضروره تستعملوا هاد البسكوي، اي بسكوي توفر لكم. ولا كتفضلوا نكهه الكوك، ديروا ديال الكوك ولا هيرنيس، حتى هو راه كيجي المذاق ديالو زوين. ماشي كنطحنوه بزاف، راه كنخلوه بحال مهرمش شويه هذاك البسكوي. صافي غندير العلبه الثانيه حتى هي غنطحنها. طريقته اللي سهله وكيوجد دغيا هاد الكلاص، ما كياخذش معنا وقت بزاف كما غتشوفوا معايا. لا كانوا جايين عندنا هكا شي ضياف ولا شي حاجه. صافي هنا غناخد واحد 3 المعالق ديال الزبده اللي غادي نذوبها، وغادي نبقى كنخلط حتى غادي يتجمع ليا هذاك الخليط ديال البسكوي. هنا درت 3 ولكن ما كفاونيش، زدت معلقه اخرى ذوبتها باش تجمع ليا هذاك الخليط. الناس اللي ما كيبغوش المذاق ديال الزبده تقدروا تجمعوه بدانيت ديال الكراميل او الحليب، حتى الحليب تقدروا تجمعوه به. صافي كنبقى هكا حتى كيطرمل ليا هذاك البسكوي كامل بهذيك الزبده. مني باقي ما تجمعش ليا غنزيد هنا واحد معلقه ديال الزبده حتى هي اللي ذوبتها وزدتها كما شفتوا معايا. كيولي على هذا الشكل هذا كنجمعو بيديا حتى يتجمع باش يتشكل ليا في المول ويجيني مقاد. هنا خديت هاد الاطار هذا اللي لبستو البلاستيك من التحت مزيان، درت ليه البلاستيك الغذائي وغنقاد فيه بسباتيل على هذا الشكل هذا حتى غيشد ليا هذاك الشكل ديال الاطار. يمكن لكم نتوما ديروه دائري، الا عجبكم اي مول توفر لكم تقدروا ديروه فيه. صافي دابا ملي قاديته على هذا الشكل هذا كما شفتوا معايا وتقاد لي هذاك الوجه ديال البسكوي، غندخلو للثلاجه وغادي نخليه وغنمشي نطلع الكريمه. بالنسبه للكريمه عندي هنا 500 مليلتر من هاد الكريمه ديال هولالا، هي اللي استعملت. ضروري تكون بارده باش تطلع لكم دغيا وتجيكم متماسكه. صافي غنطلعها بالباطور، ما غنضيف ليها لا سكر لا والو، اصلا هي ديجا حلوه. وغنطلعها مزيان بالباطور، غير هي ما تطلعوهاش حتى توقف وتشد في راسها، ضروري تبقى كريميه باش يجينا هذاك الكلاص زوين. هذا هو السر ديال ديك الكريمه باش كتبقى زوينه. حيتاش كنا كنديروها في الطورطه معليش لو وقفنا الكريمه، ولكن في الكلاص من الاحسن نخلوها هكا شويه كريميه. الا ما توفرتوش على هاد الكريمه هذه يمكن لكم تعوضوها بالكريم شونتيي. صافي كما شفتوا معايا خليتها على هذا الشكل هذا شويه كريميه. وغادي نخرج البسكوي من الثلاجه وغادي ندير ليه هذيك الكريمه، نحاول نقادها مزيان على هذاك الوجه ديالو. وناخذ سباتيل هكا وكنبدا كنقاد حتى كنقاد ليها الوجه ديالها كامل. بالنسبه لهاد الكلاص كيبغي شويه الوقت، الا كنا غنحتاجوه بحال غدا ضروري نصايبوه بحال اليوم. بحال انا دابا كنصايبو في الليل كنقاد ليه هذيك الكريمه كما شفتوا معايا وغندخلو الكونجيلاتور وغنخليه بحال الغد ليه كيبقى لينا غير تزيين. كنقادوه كنزينوه صافي وتنقدموه. ضروري كيبغي هو شويه يبرد ويشد في راسو، على الاقل خاصو واحد 8 سوايع. ومن الافضل نديروه في الليل كما شفتوا معايا. انا راه كنصور في الليل الاضاءه شويه ناقصه. صافي كنقاد هذيك الكريمه، ضروري نقادو ليها الوجه ديالها باش يجينا مقاد ويجينا متساوي. صافي مني غندير ليه هاد العمليه غنغطي عليه بسولفان
وغندخلو الكونجيلاتور وغادي نخليه كيبغي الوقت الكافي. الا كانوا جايين عندنا هكا الضياف ولا بغينا نقدموه شي مناسبه، من الاحسن نديرو هاد الطريقه هادي. صافي هنا من خليته ليله كامله كما شفتوا معايا راه جمد مزيان وشد في راسو. نخليه غير واحد شويه هكا، ولا غندير ليه واحد الفيطه اللي تكون شويه سخونه غندورها على هذوك الجناب باش دغيا يتحل وما يتهرش. ما تزربوش عليه وتجروا هكا الاطار. صافي كنديروا هذيك الفوطه هكا شويه سخونه كندوزوها هكا على جنب صافي، وتنبداو تنحلو هكا بشويه راه دغيا كيتحل. صافي هنا من بعد ما حليته من الاطار غنديرو في الصحن اللي غادي نقدموه فيه. بالنسبه للتزيين عندي علبه ديال دانيت، هنا انا درت جوج ولكن جاوني بزاف، ديروا غير وحده اللي غتزينوا بها. غنحاول نزولوا هذاك السلفان من التحت. بالنسبه لهذا البلاستيك الغذائي اللي كنديروا ليه كيعاوننا بزاف باش كنبغوا نهزوه هكا ونحطوه. صافي هنا غنمشي باش نزينو، ناخذ بوش او شي بلاستيكه هكا اللي غندير فيها هذاك الكراميل، وغادي نزينو بخطوط عشوائيه. انا خديت هاد البوش هذا كان عندي، غندير فيه واحد الثقب اللي صغير باش يجونا الخطوط رقاق ما يجوناش غلاط. ولكن نتو كتفضلوا ديروا الكراميل على حسب الوجه ديالو كامل دهنوه، راه غادي يجي مزيان. المهم كل سيده وشنو كيعجبها من ناحيه التزيين راه كيبقى لكم نتوما اختياري. تقدروا تزينوا حتى بالشكلاط هكا خطوط راه كيجي زوين. انا درت خطوط عشوائيه على هذا الشكل هكا، وصراحه جا المنظر ديالها زوين. راه مازال غتشوفوا معايا النتيجه النهائيه. صافي عاودت بالجهه الاخرى هكا كما قلت لكم انا درت جوج علب تاع دانيت ولكن جاوني بزاف، ديروا غير وحده. صافي وهنا غادي نزين بشويه الفواكه الجافه عندي، شويه اللوز اكاجو، مهم شويه الكركاع حتى هو لا كان. هرمشوا على هذا الشكل هكا وديروه على الجناب. من ناحيه هنا راه كيبقى لكم نتوما الاختيار، الا كتفضلوا شي حاجه ولا وليداتكم كتعجبهم شي حاجه هكا ديروها ليهم. صافي غنزينو كامل. ندور هذاك الفواكه الجافه هكا في الجناب هكا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي راقي وكيجي زوين. يمكن لكم ديروا اضافات اخرى في التزيين. انا هنا درت شويه الشوكولاته هكا اللي قطعته وضفتوه هكا راه كيزيد يعجب الوليدات اكثر. يمكن لكم ديروا اي شوكولاته توفر لكم. المهم المنظر ديالو راه كيجي زوين، وصراحه حتى المذاق راه كيجي رائع وكيجي طوب. نتمنى تجربوه هكا لوليداتكم ولا لضيافكم، علاش لا. هنا غنقطعوا واحد الطريف تشوفوا كيفاش كيجي. راه كتجي كريمه اللي كتجي متماسكه، كيجي زوين بزاف كما شفتوا معايا. القوام ديال الكريمه كيجي واقف وكيجي زوين. وهذا هو فيديو نهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتحفزني. واللي مازال ما مشتركاش في القناه كنقول لها مرحبا بك، شاركي باش يوصلك كل جديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.